عدى على النادي الاهلي لعيبه كتير جدا ونجوم كبار جدا. في منها اللي اعتزل وساب الاهلي، وفي منها اللي الاهلي تنازل عنه، وفي منها اللي احترف، وفي منها اللي هرب، وفي منها اللي باع الاهلي. زي رمضان صبحي، زي شريف اكرامي، زي عصام الحضري، زي حسام وابراهيم حسن، زي احمد حسن. عمر ما الاهلي وقف على اللعيب، عمر ما الاهلي احتاج للعيب. النادي الاهلي ولا بيفرق معاه اللعيب، ولا جمهور الاهلي بيبقى على حد. جمهور الاهلي ما بيكبرش حد، ولا بيقدر حد، ولا بيهتم بحد غير النادي الاهلي. وحاليا بقى الكابتن رامي ربيعة منزل صورة، والخلفية بتاعته الأهرامات، بعد الأنباء اللي اترددت إن هو رايح بيراميدز أو رايح السعودية. أنا مش فارق لي هو رايح مين، إن شاء الله يروح للزمالك اللي هو المنافس التقليدي بتاعي. أنا مش فارق معايا، إن شاء الله يروح يبقى الكابتن هناك، أنا مش فارق كل ده. أنا بيفرقليش غير النادي الأهلي. أنا مشكلتي بس ان انت يا كابتن رامي لعبت في النادي الاهلي سنين، ومن ناشئين النادي الاهلي، وخدت 6 دوري ابطال افريقيا وبطولات دوري كتير جدا، ومع ذلك دماغك لسه صفر، دماغك فاضية. بتكيد النادي الاهلي بتكيد جمهور النادي الاهلي. عمر ما جمهور النادي الاهلي حد كاده، وعمر ما النادي الاهلي حد قدر عليه. للاسف انت حسبتها غلط، وللاسف انت راهنت على الحصان الخسران. عمر ما النادي الاهلي بيبقى على حد، وعمر ما جمهور الاهلي بيبقى على حد. بالسلامة يا ريس. انا مشكلتي بس ان ادارة الاهلي ومجلس ادارات الاهلي بيدوا اللي ملهمش لازمة قيمة، اللي ملهمش قيمة قيمة. انا ميهمنيش كل ده، خلاص اللي عدى عدى. بس انا اهم حاجة بالنسبة لي ان النادي الاهلي يتخلص سريعا من رامي ربيعة، ويجيب 2 3 مدافعين نروح بيهم كاس العالم، وكل واحد يلزم مكانه بقى ومكانته. السلام عليكم.